تقريبا عندي 5 أيام مع الفريق. العمل الكثير اللي قمت به والعمل من الناحيه النفسانيه صراحه، ما فيش وقت باش نتكلم على اشياء اخرى. وانا مسرور استجابه اللاعبين وتركيز اللاعبين ورغبه اللاعبين باش يتحداو كافه الصعوبات اللي عاشوهم. ما يخفاش عليك بدايه موسم كارثيه بالنسبه لشباب القبائل، 4 مقابلات 4 هزائم، ما سجلوش هدف. يعني مش يسهل باش تعاود ترجع المعنويات اللاعبين في مقابله مهمه جدا، هي مقابله تاع اليوم اللي انهزمنا فيها في الذهاب هدف ل0. ولهذا نقول الفضل يولي لهم صراحه، نشكرهم بزاف على مجهوداتهم. نجم نقول لك سي فري درنا شوط اول لاباس به، ولكن شوط غير راضي على مردود اللاعبين. حسيت باللي بدنيا تعبوا شويه، ما احتفظناش بالكره. الشوط الاول حسيت باللي كان مجموعه لاباس بها، كان فرديات، شفنا كرات جميله، سجلنا هدفين، خاصه الهدف الثاني اللي ربما فرحت بزاف النزله. نظن الشوط الثاني يعني رفدنا عبء المقابله، وخرنا شويه الرول، ما احتفظناش بالكره. هذا رجع شويه للستريس، الخوف، باسكو ما يخفيش عليك 2-0 ني با كاليفي، يعني ان بيوت رانا ايليميني اوتوماتيكمون. دوزيام كانوا شويه خيفانين، هذا الشيء اللي ربما قلقني باسكو ما عرفناش نسيروا المقابله من ناحيه من كوتي ايموسيونيل. لا يعني الاوقات الصعبه يعرفوا كيفاش يتحكموا في الكره. الحمد لله دخول جنينه جاب الاضافه، تمريره هدف. ولهذا نقول الفوز عمره ما كان فردي، فوز جماعي، فوز جماعي، سواء اللي لعبوا ولا ما لعبوش، ولا الطاقم ولا حتى المسيرين اللي داروا الواجب باش الفريق هذا يدير نتيجه اليوم. متعود نعيش فترات صعيبه في فرق والحمد لله، في فرق والحمد لله، ولكن لو بلوز امبورطون سي كو لي جوار يتروف كونفيونس. انا اللي يهمني اللاعبين يكسبوا الثقه ويكسبوا يعني الثقه في بعضهم بعض، الثقه في الامكانيات تاعهم. هذا الشيء اللي يخليهم ربما يقدروا يمدوا مردود لاباس به. وكان واجب علي ندير تغيير في الفريق باش نعطي يعني نفس جديده، خاصه من الناحيه الهجوميه. ولهذا نقول خيارات، الحمد لله ربي وفقنا الاكثر والاقل. ما كانش ما غلطش، وبار لي زيرور نجموا نتحسنوا سواء من الناحيه الفرديه سواء من الناحيه الجماعيه. لو بليز امبورطون سي كو لي جوار ادير وترافاي كون في يامنوا ويديروا فينا ثقه الشيء اللي نديروا معاه باش نقدروا نوصلوا للشيء اللي نحبوه ان شاء الله. C'est encore beaucoup de travail à faire. On doit encore préparer un long déplacement au Bayeux, un match capital, 0 points en 3 matchs en championnat. C'est pas évident. L'OL a 12 points, on est en retard à 12 points des deux premiers. C'est pas aussi facile que ça.